النهاردة هيكون عن شمعة العيد ميلاد. النهاردة هنعمل الشمعة الخاصة بالمبتدئين لانها دور واحد بس، مش عايزة اصعب الموضوع عليكم. هي فيها منها اشكال كتيرة قوي في ادوار كتيرة قوي، بس النهاردة هنعملها دور واحد عشان انتم مبتدئين. الشمعة دي كلنا بنحبها عشان فعلا شكلها حلو قوي وطريقتها سهلة، فتعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. ازيكم يا حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عايزين نعمل شمعة البيرثدي كيك او شمعة عيد الميلاد. طبعا الحاجات اللي محتاجينها هي دي. اول حاجة عندنا القوالب الصغيرة اللي هنزين بيها الكيك، عندنا الفتيل، عندنا انواع من الشموع. انا حاطه الانواع على حسب انتوا عايزين تعملوها بايه. ممكن تعملوها اموك على نخيل، ممكن تعملوها الصويا الحبيبات الخاص بالقوالب، ممكن تعملوها نخيل لوحده بس. وطبعا عندنا شمع الصويا الكريمي، ده اللي هنعمل بيه الكريمه بتاعه الكيك من فوق، وهي دي المكونات الاساسيه. عندنا برضو اكيد الفرن اللي هنسخن عليه الشمع، والكونتينر اللي هنسخن فيها الشمع. لو عايزين عطر طبعا ممكن نزود عطر، بس انا مش هحط عطر في الفيديو ده عشان هو ده طلب العميلة عندي. تعالي بقى نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. هو ده شكل القالب اللي المفروض نستعمله، بس انا قررت اسهلها عليكم شويه واقول لكم ان انتم ممكن تستعملوا اي قالب عندكم. زي ما انا عندي هنا مثلا الاتنين دول ممكن استعملهم كقالب للشمعه، هيدوا نفس الشكل. هوريكم دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي. مثلا هو ده قالب قديم انا كنت عاملاه، وكنت مستخدمه هنا شمع الصويا حبيبات، مش مستخدمه شمع الاموك على النخيل، وملوناه باللون الحلو ده وطلع فعلا تحفه. فهو ده اللي انا عايزه اوصله لكم. ممكن تستخدموا اي حاجه عندكم، مش شرط القالب ابدا. زي ما انتوا شايفين انا قست وزن القالب اللي عندي عشان اعرف محتاجه قد ايه شمع، وطلع معايا 120. بس انا هستعمل شمع زياده شويه عشان برضو اعمل حساب القوالب اللي هزين بيها. لونوا بقى الشمع باللون اللي انتوا عايزينه. انا النهارده استعملت اللون الازرق. هنحتاج كوباية زي دي عشان نصب بيها الشمع الصويا الكريمي اللي هو هيتحط زي كريمة على الكيك من فوق. هو ده بيبقى شمع الصويا. هسيح شوية منه بس مش كتير، لان انا بس محتاجة كمية بسيطة منه. ودلوقتي دي اصعب حاجة في الكيك كلها، فركزوا معايا شوية. هنا انا بستناه لغاية لما ينشف شوية، مش كتير، يبتدي لونه يبيض. اول لما احس ان لونه ابتدى يبيض او في طبقة نشفت من فوق لازم ابتدي اقلب. اهم حاجة ان انتوا تقلبوا بسرعة، لانه فعلا ما بياخدش وقت كتير وهتلاقوه نشف. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، يبقى سائل بس في نفس الوقت لونه ابيض كده وماسك نفسه. ما تخلوهوش ينشف عن كده عشان ما يبقاش صعب عليكم وانتوا بتصبوه على الكيك. هنحتاج ورقة زبدة او اي ورقة بيضة علشان بس ما نبهدلش الدنيا، لان الخطوة دي شوية بتعمل بهدلة.
هنستعمل القالب اللي احنا عاملينه اوريدي لان القالب التاني لسه منشفش، فهنحطه على جنب ونستعمل القالب ده ونزينه. لو في حتة مش عاجباكوا او اتكتلت منكوا عادي جدا ما تقلقوش، هتجيبوا مسدس الحراري وتسخنوا بيها الحته المكتله اللي مش عاجباكوا. زي مثلا انا عندي في الفيديو ده الحته اللي في الجنب دي ما كانتش عاجباني وحاساها مكتله زياده عن اللزوم، فجبت المسدس الحراري بتاعي وسخنتها شويه فادت الشكل اللي انا عايزاه. طبعا انا بقول لكم في الفيديوهات وزي ما معوداكم بقول لكم النصائح اللي عمركم ما هتسمعوها في اي ورك شوب او اي كورس هتاخدوه بره، فانا بحاول اسهل عليكم الموضوع على قد ما اقدر اهو. مش هنستنى لغاية لما الكريمة تبرد، لا احنا على طول هنبتدي نحط الديكورات بتاعتنا. هنحط الهابي بيرثدي والديكورات الصغيرة اللي جنبها والبالونز كمان. مش هنستنى لغاية لما تبرد مننا او تنشف خالص. اوكي، وفي حاجة هنا انا نسيتها وهي ان انا ما خرمتش القالب. لازم اخرم القالب قبل ما ابتدي الديكوريشن، بس مش مشكلة انا خرمته بعد، وفي الحالتين هي بالنسبة لي مش صعبة، بس هو اسهل لكم انتوا كمتابعين ان انتوا تخرموا قبل ما تحطوا الديكوريشن. اوكي، بالخرم بطريقة بسيطة جدا. هناخد ابرة ونسخنها او ناخد خلة زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وبحطها بالظبط في نص القالب وبنزلها لغاية تحت وبطلعها من الناحية التانية. هناخد بقى الفتيل بتاعنا ونحطه جوه القالب، وكده نكون حطينا الفتيل جوه الشمع. دي كريمة حطيت فيها الوان المايكا، قلت اوريكم شكلها علشان يبقى عندكم افكار تانية. مش شرط الكريمة تكون باللون الابيض، ممكن تستعملوا اي لون انتوا عايزينه وتحطوا الالوان اللي انتوا عايزينها. والوان المايكا بتبقى شكلها حلو قوي عشان بيبقى فيها الجليتر ده، فبتخلي الشمعة بتبرق وهي بتسيح. زودت دبدوب كمان من فوق، بس حاسه ان الحته دي فاضيه فممكن ازود كمان لون. حاسه اللون الاصفر هيبقى شكله حلو معاه. وكده نكون خلصنا الديكوريشن. حسيت ان انا لو زودت ورد هيبقى اوفر قوي ومفيش مكان اصلا، فكده حلو سيمبل ولذيذ وشيك في نفس الوقت وكيوت جدا جدا جدا. اهو بصوا شكلها. طبعا مش عايزين ننسى خطوة مهمة جدا، وهي ان احنا نعمل عينين ومناخير الدبدوب. بصراحة انا ابتديت باللون الاسود، كنت حاسة ان هو هيطلع حلو، وبعدين قلت ليه ما اعملوش ازرق بدام كل الثيم بتاعي ازرق، فقررت ان انا اعمل عينيه ومناخيره باللون الازرق. وطبعا هنا بستعمل الوان الاكريليك، والفرشة دي هي فرشة ايلاينر عادية بستعملها، وشايفة ان هي احسن من الفرش التانية اللي انا عندي.
اما القالب الازرق اللي عملناه سوا هعمل الديكوريشن بتاعته واظبطه وهصوره لكم وانزله لكم على الانستجرام او على التيك توك على حسب بقى، ممكن الاتنين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وبسطته لكم على قد ما اقدر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي يا حلوين.